سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في قناه زينو. اليوم ان شاء الله راح نديروا مملحات مورقين. هاد المملحات هادوما راحين يجوا الصغار متحوفين وش نقول لكم وهايلين، يولموا بزاف في شهر رمضان الفضيل. هنا كما راكم تشوفوا عندي عجينه المورقه، كنت خدمتها ووجدتها، راهي موجوده في القناه. نحط لكم الرابط تاعها في لي كومونتير. اللي ما شافوش العجينه المورقه كيفاش خدمتها يدخلوا يشوفوا العجينه. هنا انا حنستعمل فرomاج كيما راكم تشوفوا تاع الحبات عادي، وعندي طون كنت نحيت له الزيت. دوكا واش ندير الفرينه ونحل كامل العجينه. هنا كيما راكم تشوفوا البنات فتحت كامل العجينه تاعي. دركا واش راح ندير هكذا خطوط كيما راكم تشوفوا، نقسمهم فوالا صغار كيما راكم تشوفوا كامل هكذايا بهاد الطريقه كيما راكم تشوفوا كامل حتى نكملهم. كيما راكم تشوفوا بعد ما قسمتهم كامل دركا واش راح ندير، تبعوني مليح فقط. ندير الطون والجبن كيفاش راني حنغلق هكذايا، ندير كميه تاع الطون ونزيد نحط فرomاج حبه هكا تقسموها على زوج كيما راكم تشوفوا، ونغلق بهاد الطريقه هكذايا باسكو هما دوك يتنفخوا رايحين يطلعوا. فوالا نغلق هكذايا فقط كيما راكم تشوفوا هاوليك حتى نكملهم كامل. انا ما تزيروش بزاف باش يخرج لنا التوريق تاعهم. هاوليك نزيد نوري لكم الشكل الثاني اللي حنديرو. نزيد نحط كيف كميه تاع الطون ونزيد نحط الجبن فوالا ونغلق بهاد الطريقه. هذا وشنو نغلقها هكايا ماشي كيما الاخرى. فوالا نديروهم اشكال كيما راكم تشوفوا. نغلق هنا شويه كما قلت لكم يطلقوا ما تزيروش بزاف، معليش لا طلعوا لكم يجوا مرقين ملاح متحوفين هكذايا. هنا يا حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما كملت الفطائر او المملحات تاوعي كما وريت لكم الطريقه. انا علاش نوري لكم حبه من بعد نكمل باش بزاف لي فيديو ما يجيهمش طويل، لانهم يكرهوا ويملهم الفيديو كي يكون طويل بزاف. نختصر دائما معكم فيديوهاتي. بالنسبه للناس يسقساوني قالوا لي علاش الفيديو ما تكمليش بزاف، دائما انا كما قلت لكم نحب نقسم الفيديو، نوري لكم الطريقه ونكمل الباقي هكذا باش ما يكونش فيديو طويل وممل. هنايا عندي صفار تاع البيض وقطره من الخل، راح ندهن كامل هاد الفطائر غير من الفوق فقط بركه هكذايا كما راكم تشوفوا، ونزيد لهم شويه تاع السانوج من الفوق وندخلهم الفوق. هنايا بعد ما دهنت كامل المملحات زدت حطيت لهم كما راكم تشوفوا السانوج. العجينه المورقه ما تحتاجش الفرن يكون زايد بزاف، لازم الفرن تاعها يكون ناقص. كاين بزاف مشتركات يقولوا لي كل ما نديروا عجينه مورقه ما تورقناش وما تجيناش مورقه. هما علاش؟ للاسف الفرن يزيدوا له بزاف. العجينه المورقه ما تحتاج فرن كيما البيتزا زايد بزاف، تحب النار قليله. قد ما تكون النار تاعها ناقصه قد ما الفيتاج تاعها يطلع يعني يجي ما شاء الله. نقصي لها الفرن على 180 درجه، شعليه ودخليهم يطيبوا غير نار قليله كما قلت لك، وتشوفي كيفاش النتيجه انهم يتورقوا ويطلعوا كامل. انا بعد ما يطيبوا ان شاء الله نشوفوهم في التقديم. هنايا كما راكم تشوفوا حبيباتي مملحات مورقين بعد ما طابوا راهم جاهزين امامنا. هنا كما راكم تشوفوا النتيجه كما قلت لكم راهي امامكم. لازم هكذا يطلعوا. العجينه المورقه باش نعرفوها ناجحه انها في التوريق تاعها كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم ما تغلقوهمش هنا، ما تزيروهمش بزاف باش كي يتورقوا يبان هذا الفيتاج هدايا. هاوليك يخرجوا لنا مملحات واش نقول لكم متحوفين وبنان ما يتشبعوش. كما قلت لكم خاصه شهر رمضان الكريم يليقوا بزاف هاد المملحات هذوما. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله تجربوهم وتعطوني رايكم فيهم. ونقول لكم الى عدد مقبل ان شاء الله مع وصفات اخرى، والى اللقاء.